السؤال رقم 1. السرعة محدودة في 80 كيلومتر في الساعة. الإجابة 1. 90 كيلومتر في الساعة. الإجابة 2. 100 كيلومتر في الساعة. الإجابة 3. 110 كيلومتر في الساعة. الإجابة 4. السؤال رقم 2. عند السير بسرعة 90 كيلومتر في الساعة، يجب علي الاحتفاظ بمسافة أمان تساوي على الأقل 25 متر. الإجابة 1. 50 متر. الإجابة 2. 81 متر. الإجابة 3. السؤال رقم 3. أسمح بمرور السيارات القادمة من اليسار. نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. السؤال رقم 4. أتجاوز الشاحنة؟ نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. السؤال رقم 5. هذه اللافتة تمنع الوقوف على طول الشارع. الإجابة 1. إلى حدود ملتقى الطرق الموالي. الإجابة 2. السؤال رقم 6. أسمح بمرور السيارة القادمة من اليمين. نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. السؤال رقم 7. يمكنني السير بدون أضواء. نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. السؤال رقم 8. عدد القتلى من بين الراجلين أكثر ارتفاعاً عند البالغين. الإجابة 1. عند الأطفال والمسنين. الإجابة 2. السؤال رقم 9. أسمح بمرور العربات القادمة المقابلة لي. نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2.
السؤال رقم 10. لكي أتجاوز هؤلاء الدراجين يجب علي أن أترك مسافة جانبية تساوي على الأقل نصف متر. الإجابة 1. متر 1. الإجابة 2. متر ونصف. الإجابة 3. السؤال رقم 11. عندي أسبقية المرور فوق هذه القنطرة الصغيرة. نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. السؤال رقم 12. لكي أتجاوز هذه العربات يمكنني استعمال الممر الثالث. نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. السؤال رقم 13. هذه اللافتة تعلن عن وجود انحدار خطير. الإجابة 1. ممر يقود إلى حافة. الإجابة 2. قنطرة متحركة. الإجابة 3. السؤال رقم 14. لكي أتبين طريقي بشكل أفضل أهتدي بالسيارة التي أمامي فأتبعها عن قرب. نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. السؤال رقم 15. هذه اللافتة تعنيني إذا كنت أسوق شاحنة صغيرة. نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. سؤال رقم 16. بمجرد ما أتقابل مع هذا الراجل يجب أن أمرر إلى أضواء الطريق. نعم. جواب 1. لا. جواب 2. السؤال رقم 17. أتجاوز الشاحنات من جهة اليمين؟ إجابة 1. أو أتموضع خلفها. الإجابة 2. السؤال رقم 18. أستطيع المرور إذا كنت متوجها إلى الجهة المقابلة؟ نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2.
إلى اليمين؟ نعم. الإجابة 3. لا، الإجابة 4. السؤال رقم 19. أتابع سيري إلى الأمام. يمكنني تجاوز هذه السيارة. نعم، الإجابة 1. لا، الإجابة 2. سؤال رقم 20. أسوق منذ وقت طويل وقد أصابني التعب. يجب علي أن أسير بسرعة أقل. جواب 1. أقف فور الإمكان. جواب 2. السؤال رقم 21. يستوجب علي السماح بالمرور للقادمين من اليمين؟ نعم، الإجابة 1. لا، الإجابة 2. اليسار؟ نعم، الإجابة 3. لا، الإجابة 4. السؤال رقم 22. يمكنني أن أسلك منفذ الخروج المعلن عنه؟ نعم، الإجابة 1. لا، الإجابة 2. السؤال رقم 23. المراقبة المنتظمة لضغط هواء العجلة الاحتياطية أمر ضروري. نعم، الإجابة 1. لا، الإجابة 2. سؤال رقم 24. هذه الشاحنة تصعد بصعوبة. أقف لأسهل عليها المرور. نعم، جواب 1. لا، جواب 2. السؤال رقم 25. أنا مجبر على تغيير الاتجاه إلى اليمين. نعم، الإجابة 1. لا، الإجابة 2. سؤال رقم 26. أتبع السيارة البيضاء. جواب 1. أو أقف. جواب 2.
السؤال رقم 27. للتخفيض من استهلاك الوقود أضع حمولتي داخل سيارتي. الإجابة 1. فوق سطح سيارتي. الإجابة 2. السؤال 28. الكيس الواقي القابل للنفخ عند الصدمات يكمل دور حزام السلامة. الإجابة 1. يعوض حزام السلامة. الإجابة 2. السؤال رقم 29. أواصل السير صوب الاتجاه المقابل. يجب علي أن أسمح بمرور راكب الدراجة. نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. أقف قليلا عند خط الوقوف. نعم. الإجابة 3. لا. الإجابة 4. سؤال رقم 30. هذه الإشارة تشير إلى أن الطريق تضيق. الإجابة 1. تجبر على تغيير الاتجاه نحو اليسار. الإجابة 2. السؤال رقم 31. احتمال خطر تساقط الأحجار يبتدئ من اللافتة. الإجابة 1. من بعد 150 مترا. الإجابة 2. من بعد 300 متر. الإجابة 3. سؤال رقم 32. في هذا الشارع يمكنني أن أسير بأضواء الوضع فقط. جواب 1. بأضواء التقابل. جواب 2. بأضواء الطريق. جواب 3. السؤال رقم 33. أنا أسوق منذ 4 ساعات وقد أصابني الإرهاق، فاحتمالات وقوع حادثة لي تتضاعف 4 مرات. نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. السؤال رقم 34. أغير الاتجاه إلى اليسار. أسمح بمرور القادمين من الجهة المقابلة. نعم. الإجابة 1. لا.
الإجابة 2. اليمين؟ نعم. الإجابة 3. لا. الإجابة 4. السؤال رقم 35. لكي أكون في وضع جيد أمام المقود، فإن الوضع المناسب للكرسي يجب أن يسمح بأن أكون أقرب ما يمكن من الواقية الأمامية. نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. السؤال رقم 36. حركة السير متوقفة، أسمح بمرور السيارة الزرقاء. نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. السؤال رقم 37. الإشارة تعلن عن نهاية الطريق السيار. نعم. الإجابة 1. لا. الإجابة 2. محطة الأداء. نعم. الإجابة 3. لا. الإجابة 4. سؤال رقم 38. أقف وأسمح بعبور الراجلين. جواب 1. أستعمل الممر الأيسر وأمر. جواب 2. السؤال رقم 39. أخفض من السرعة. الإجابة 1. أحافظ على نفس السرعة. الإجابة 2. أزيد في السرعة. الإجابة 3. سؤال رقم 40. هذا الضوء الجاذب إذا اشتعل وأنا أسير، يعني أن حرارة المحرك ترتفع بشكل غير عادي. نعم. جواب 1. لا. جواب 2. علي أن أقف فوراً. نعم. جواب 3. لا. جواب 4.